الكلمة سي مصطفى بوصبيع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. سيدي الرئيس المحترم، معالي وزير الدولة وزير الداخلية المحترم، سيدي معالي وزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، حضرات السيدات والسادة النواب الأفاضل، السلام عليكم. من نافلة القول أن أعبر لكم سيدي الرئيس عن مدى سعادتنا بطرح هذا المشروع، ويطيب لي في هذا المقام أن أوجه تحية تقدير وعرفان إلى الحكومة الفاضلة صاحب مشروع القانون العضوي في وقته المناسب وفي مرحلة دقيقة جدا، الذي ينتظرنا والذي حملنا قيادة مصيره في هذا المجلس الموقر، والذي أفصح في العديد من المناسبات واستحقاقات عن طموح لا حدود له وتطلع وأمل إلى إصدار مثل هذا القانون الذي بين أيدينا لتوقيف النزيف الذي عرفته الحياة السياسية باسم الديمقراطية واستعمال المناورات الاحتيالية وغير قانونية والمتجرة بتزكيات القوائم لأشخاص لا علاقة لهم بالانتماء السياسي، ضاربين عرض الحائط إبجدية العمل السياسي ومصداقيات التشكيلات السياسية في ممارسة الديمقراطية الحقة. وما ينتظره المواطن السيد الرئيس الذي حملنا طموحاته وقيادة مصيره، وهو محاربة الفساد السياسي والسلوكات الضارة وإعادة ترتيب بيت الأحزاب من خلال إعادة النظر في القوانين التي تدير شؤون المجتمع، ولعل أهمها هذا القانون الذي بين أيدينا سيد الرئيس، والذي يمكنه أن يدفع بالإصلاحات الجارية إلى الأمام وأن يؤدي إلى التغيير الإيجابي الذي يطمح إليه المجتمع، مجتمع أكثر عصرنة وحداثة وتأصلا في ذاته وخصوصيته. إصلاح سيد الرئيس الذي شرعت فيه الدولة بعد غلق أبواب الأزمة وتخلص من إسرارها واستعادة الثقة في النفس وفي الشعب وفي المستقبل، وهذا لا يكون إلا بالوعي الصادق بأن الجزائر وقيادتها الرشيدة تحت مظلة صاحب الفخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة قادرة على تجاوز كل العوائق التي تسببت فيها الهزات السياسية والاقتصادية السابقة، والوعي بإمكانية الخروج من أسئلة الخوف والفشل والتراجع. ويتأهب الشعب الجزائري سيد الرئيس في الغضون المقبلة في الأيام المقبلة للدخول لمحترك الانتخابات المحلية التي تعتبر ذات أهمية بالغة في الحياة السياسية والوطنية، كونها الأرض الخصبة المفضلة لتجسيد خيارات الكبرى في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعتبر بحق النواة الأولى لبناء الدولة وتعزيز دعائم الديمقراطية. وهنا يتجلى الموعد الانتخابي المقبل الذي يتعين على الحكومة تحضيره بجدية وعزم والتزام وبروح يحدوها الشعور بالمسؤولية للقيام بعمل ذو أهمية وتسجيل ما جاء به المشروع الحكومي وإضافة تعديلات أخرى تخص طريقة تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي والولائي وفق المبدأ الأغلبية النسبية والمطلقة للقضاء على الحالات الفوضى في مجال تسيير شؤون البلديات، والعمل على البحث عن سبل في مجال تشكيل اللجان الولائية والبلدية لمراقبة انتخابات وطريقة تنظيمها وجعلها عملا تطوعيا من طرف مناظر الأحزاب التي تدخل محترك الانتخابات، واستغناء عن طريقة المتابعة في دفع رواتب معتبرة لممثل الأحزاب في اللجان البلدية والولائية. إنها الطريقة سيد الرئيس التي أقترحها ترمي إلى التمثيل الحقيقي والاطلاع على المناظرين بوجه النضالي والابتعاد عن الإغراءات المالية التي تعتبر متاجرة أحيانا تخلو بمصداقية التشكيلة السياسية ولا تأتي بدورها الذي أنشئت من أجله. ويجرون كلام اللجنة الولائية والبلدية إلى الحديث عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تفرض علينا أن نقترح بضرورة مراجعة وضع منظومة مناسبة لعملها وجعلها حلقة هامة في بناء الثقة بما بين التشكيلة السياسية ومؤسسة الدولة الجزائرية، وهي مسائل التي يفرضها منطقة التعددية الحزبية، وهذا كله لتقليص من الانحرافات التي تشوب اختيار الشعب ولوضع حاجز منيع أمام مستغل الظروف المناسبة واستغلالها لفصل ما بين برامج الحزبية السياسية كي تعود على المواطن والناخب أكثر انسجاما ووضوحا وفرصة لاختيار أحسن برامج ما بين المترشحات والمترشحين الذين يحظون بمصداقية ويتمتعون بكفاءة عالية وبمنزلة مرموقة لدى المواطنين. ولعل الفكرة المطروحة أمامنا سيد الرئيس والتي بدون شك تنتظرها الطبقة السياسية والمواطنين الغيورين خاصة بعد تجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة وعزوه فيه عن ذهاب لصناديق اقتراع ووجود مليون تقريبا ورقة ملغاة وهفوات كبيرة لا تعد ولا تحصى، هذا المواطن الذي ينتظرنا كما قلت والذي حملنا قيادة مصيره في هذا المجلس الموقر وتبليغ رسالته ورسالة مناضلين في حزبته الوطني. يتحتم علينا القول بأن هذا المشروع جاء في وقته المناسب للتفريق بين التشكيلات السياسية المثالية في المجتمع والتي يحق لها شرف ممارسة المسؤولية الانتخابية المثلى، مدركة تمام الإدراك أن لها القدرة على الإصلاح بالاطلاع بمهمة الوساطة بين المواطن والدولة وتجسيد هيبتها ووساطتها ووجودها على مستوى الجماعات المحلية وبين أحزاب كان الواجب عليها التريث لبناء أسسها متينة على القواعد صلبة باحثة على صدى مناسب لمواجهة تطلعات الشعب. وشكرا سيد الرئيس.